السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة فطيرة الأبل باي. فطيرة تحفة، فطيرة التفاح جميلة جدا، بتاكل في كل الأماكن وغالية جدا، لكن هتعملوها معايا بأرخص الأتمان وبطريقة سهلة جدا جدا وسريعة وبالشكل اللذيذ اللي احنا شايفينه ده. بجد بجد هي حاجة كده تحفة. تعالوا معايا على الفيديو، هنعمل مع بعض أحلى فطيرة أبل باي بطريقة اقتصادية جدا وسهلة وبكل إمكانيات موجودة في البيت. يلا بينا على الفيديو، هنعمل الأبل باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. من فضلكم نعمل لايك وشير وفعل الجرس على الكل. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض الأبل باي. شوفي يا ستي المقادير، لازم على الأقل يكون عندك من 4 ل5 تفاحات، اللي هو الأخضر طبعا بفضله بيكون جميل، لكن لو مش موجود مفيش مشكلة. هوريكي طريقة سهلة جدا تقدري تنضفي بيها أو تشيلي قلب التفاحة. بصي، هاتي المقورة اللي عندك بس تكون كبيرة بالشكل ده، وابتدي جيبيها من ورا كده، ولو في حاجة لسه بتكمل من الناحية التانية، شايفين؟ اقفي بقى شوية لو سمحتي. شايفين التفاحة بتعكسني شوية بس الحمد لله سيطرت عليها. وبتشري، بصوا، نضيفة وجميلة جدا وطريقة سهلة ممكن تعمليها، بدل ما تقطعي على 4 بتنضفيها على طول وبتتاكل برضو بنفس الطريقة زي ما انت عايزة. بصوا، أنا هحتفظ بالقشرة لأن التفاح الأصفر القشرة بتاعته بسم الله ما شاء الله طرية وجميلة، والفوائد بتاعت التفاح يا جماعة في القشر تحفة. ولما هنبتدي نعمله بطريقة جميلة مش هيبان خالص وهيبقى طري جدا. خلاص قطعتها مكعبات بالشكل ده، جيت انضف لكم كمان واحدة. عايزه اوريكم الطريقه دي جميله كده وحاجه مبتكره ولذيذه قوي وعجبتني فحبيت اوصلها لكم. وكده خلاص احنا كده نضفنا التفاح وقطعناه مكعبات بالشكل ده. دي الحشوه هنعملها ونشيلها على جنب. هنجيب اي حاجه عندنا حله وهبتدي انزل التفاح اللي انا قطعته مكعبات بالشكل ده. هحط عليه حوالي 5 معالق من السكر. ده سكر متوسط، حابه تحليه عن كده براحتك، بس انا بديك الوسط لكل حاجه. معلقتين من النشا ومعلقه من القرفه ومعلقتين زبده او مكعبين، ويلا قلبيها. دي طريقه سهله لكرمله التفاح عشان مش عايزه اعقد لكم الدنيا. يلا على البوتاجاز وابتدي قلبيها لمده 7 دقايق. بصي لحد ما هتحسي كده، لما تفتحي التفاح كده من الجنب هتحسي كرمله السكر مع الزبده. احنا كده تمام ما شاء الله، دخلت تقريبا في نص سوا وبقت جميلة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه. يلا بقى نقول مقادير الفطيرة. معانا 500 جرام من الدقيق، كوباية إلا ربع من السكر، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، 2 بيضة، 250 جرام من الزبدة، يعني نص الدقيق زبدة. اوكي عشان تطلع ناعمة معانا وجميلة. هاتي ال2 بيضة وحطي طبعا عليها الفانيليا، معروفة القاعدة دي. ابتدي بايدك عادي بالمضرب البيض عادي مفيش اي مشكله. اضربيها كويس جدا جدا. انزلي عليها عفوا بالسكر البودر، الكوبايه الا ربع او 6 معالق، وابتدي اضربي كويس قوي لحد ما تحسي ان السكر امتزج يعني تماما مع البيض. تعالي على النواشف، حطي معلقتين بيكنج باودر وذره ملح، وهتقلبي طبعا كل الحاجات النواشف كويس زي ما متعودين في كل معجناتنا وكل الحلويات. اوكي انزلي بقى بالزبده. الزبدة بتكون طالعة من التلاجة، مش عايزة زبدة تكون سايحة. هنبتدي بقى نفرك كويس قوي الدقيق مع الزبدة. أنا عايزة أغلف الدقيق تماما. الحركة دي يا جماعة بتعمل على نجاح الفطيرة. بصوا شايفين بقت عاملة زي الرمل المبلول، وبتفركيها كده بإيدك لحد ما تحسي إن الزبدة اختفت وابتدى الدقيق تمام. هاتي بقى خليط البيض والسكر اللي كنا ضربناه سابقا وننزل بيه على الدقيق اللي هو مفروك بالزبدة، وابتدي بقى قلبي كده هتبقى معاكي عجينة جميلة. مش عايزة عجن، أنا عايزة لمينا الدنيا، بقت عجينة يابسة وطرية وجميلة جدا. يلا بقى غطيها بأي حاجة عندك كده، كيس ستريتش الموجود، وابتدي سيبها نص ساعة، عايزينها ترتاح عشان نعرف نشتغل فيها صح. رجعت لها بعد نص ساعة، بصوا العجينة جميلة ازاي ومرتاحة، وبصراحة لينة جدا ولذيذة وحاجة كده جميلة. خدي 3/4 العجينة،
حطيها على جنب، أنا دي كبيرة شوية عشان كده خدت منها حتة، وهاتي الربع اللي فاضل وشيليه على جنب. اصبري هاقول لِك هتعملي فيه إيه. هنجيب صينية قطرها أو مقاس 26، يعني العجنة اللي أنا عجنتها دي لصينية مقاس 26، يعني وسط. ابتدي بقى ادهني الصينية سمنة أو زبدة، وابتدي افردي النص التاني كويس، واعملي السور الجميل اللي انتوا شايفينه ده. أنا عايزة صينية بيتزا، صينية بسبوسة، حاجة كده يكون السور بتاعها واطي عشان التسوية. يلا بقى هاتي الحشوة الجميلة اللي عملناها دي بقى. بتدي تست عالي، معلقة من الكريمة اللباني. لو متواجد عندك اوكي، مش متواجد مفيش مشكلة. انا بقى مجرد بعلي التست للحشوة عشان الحاجات دي طبعا بتدينا تست عالي وبتدينا طعم جميل جدا. انزلي بالحشوة اللي احنا عملناها على الفطيرة او العجينة اللي احنا فردناها كويس، وابتدي كده بططي كده ودخلي كده فيها الحشوة بحيث تبقى ماسكة في العجينة، يعني بالمعلقة الخشب كده اللي اشتغلنا بيها. تمام. هاتي بقى الربع او التلت من العجينة اللي احنا شلناها، وابتدي افرديها بالشكل ده. وهنبتدي بقى نعمل شرايط، علشان انا مني هغطي الحشوة الجميلة، ومني هعمل منظر جمالي جميل جدا. هبتدي بقى افرد الشرايط ديت، وهبتدي اظبطها طبعا بايدي كده وتبقى تمام. لو حاجة صغيرة مفيش مشكلة، بنكمل بباقي العجينة وهتبتدي تترص معانا وتبقى جميلة جدا. الفطيرة دي جميلة سهلة، هنعملها كلنا في البيت، مش هتكلفنا حاجة. والتفاح عموما موجود دلوقتي، وهو نص كيلو تقريبا هيعمل معاك الصينية دي. مفيش مشكلة خالص ان شاء الله، بنعمل كل حاجة في بيتنا بطريقة سهلة. ابتدي بقى اعملي الشرايط، هتبقى ايه خلف خلاف، يعني هنعمله الاول بالطول وهنرجع نرص الشرايط بالعرض. حاولي توازني العجينة اللي معاكي كده علشان خاطر ما تنقص، ان شاء الله مش هتنقص. وهتقطعيها لان التلت هيجي شرايط. تمام، فردناها كده كويس وزي الفل. في حتة فضلت مني طبعا هعمل فيها ايه، قلت لازم اتصرف. فردتها وابتديت اعمل شكل جمالي تاني. جبت كده الغطا الازازه وبقيت اعمل دواير، وابتدي كده ارصصها بشكل جمالي. وكده احنا استفدنا من التلت اللي فاضل من العجينه. خلاص كده انا خلصتها وبقت شكلها جميل جدا جدا جدا. هعمل ايه بقى، هجيب صفار بيضه، دي اختياري، لكن انا بحب اعمل بصراحه الحركه دي بجد. بتدي لون جميل قوي للفطيرة. حطي عليها شوية طبعا من الفانيليا ومعلقة خل. تماما مش هتلاقي اي زفارة ان شاء الله، يعني الخل بيمنع اي زفارة للبيض. ابتدي بقى ايه، جلسي الشرايط اللي احنا عملناها. ما تنزليش بالبيض خالص على الحشوة، بالفرشة كده جلسي كل الشرايط الموجودة كويس قوي بالطول وبالعرض. هتديكي شكل جمالي تحفة، وهتديكي طعم على فكرة جميل قوي، وهتبقى جميلة. يلا دخلتها على الفرن على الشبكة درجة حرارة 180، هتاخد منك حوالي 45 دقيقة. يعني النار هتكون متوسطة. أنا حبيت أوريها لك وهي في الفرن. بصوا تمام، دخلت في السوا ما شاء الله. طلعت بعد 45 دقيقة تحفة تحفة. ممكن تبقى أقل من كده حسب الفرن. جميلة ما شاء الله، ولونها جميل جدا وسواها حلو زي ما احنا شايفين. وبصوا جميلة. واللي عجبه الفيديو ما ينسانيش لو اللايك والشير ونشترك ونفعل الجرس على الكل عشان ينزل لنا كل فيديوهاتي الجديدة. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.